كأس العالم ما تم هذه السنة. ولا ننسى بأن مالي وبوركينا فاسو كذلك المنتخبان من ضمن المتأهلين إلى نهائي كأس العالم. ماذا في أعجوبتك يا سعيد وماذا في مفكر يرتب الجدار في يد ليلتنا؟ حذاري من أمارا ديوف، هذا أبرز لاعب في تشكيلة المنتخب السنغالي. أمارا استدد هذه الكرة مرت عالية مباشرة تخرج إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب المغربي. أول إنذار يرسله المنتخب السنغالي. لكن ثقتنا في اللاعبين المغاربه للحد من خطوره اللاعب أمارا ديوف في هذه الكره الاماميه تعطي الدفاعيه. أمارا يدخل، أمارا حذاري من أمارا، والكره تمشي مباشره الى الركنيه. اول عمليه انسلال من جانب اللاعب أمارا ديوف واضح حصل مع سعيد شيبه في ظل غياب اللاعب فؤاد الزواني، وهنا وزان يتحصل على ضربه حره بعد تدخل ابراهيم ديالو مدافع جينيراسيون فوت. هذه استثمار الكرات الثابته. الحموني عمر يستعد لتنفيذ صعود مجموعه من اللاعبين حتى عبد الحميد ايت بودلال حاضر مرفوع هذه الكره. بودلال بالراس يا بودلال، رائعه رائعه يا بودلال، حاول فيها الكابيتانو هذا المدافع عبد الحميد. ينتظر عبد الحميد ايت بودلال وكذلك بقيه الاسماء. الكره تمشي، المغربي لن يخرج عن سياق المباريات الماضيه. يا ديمي مر، يا ديمي خطير حاضر. تلعب هذه الركنيه في القائمه الاول. جول 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 عبد الحميد ايت بودلال، الكابيتانو يسجل. عبد الحميد نعم ياتي بالهدف الاول. هكذا لعبت الركنيه، وهكذا كان الارتقاء، وهكذا كانت الراسيه، وهكذا الرايه المغربيه في مدرجات نيلسون مانديلا. الافتتاحيه براسيه ايت بودلال، هكذا الارتقاء على طريقه تنصيري، على طريقه لعب أمارا تمشي مغربيه. وزان الكنترول لم يكن حاضر، الكنترول لم يكن حاضر. هذا الخطير أمارا ديوف، أمارا ممتاز. حمزة كوتو لكن ماذا يقول؟ ليس هناك خطأ. الجابوني يأمر بمواصلة اللعب. الحموني يحاول يسترجع الكرة في خطأ. ذكي الحموني، ذكي الحموني. هنا يقول يجب أن يلعبوا أساسيين مع الفريق الأول، لكن أن يلحقوا بالتدريب على سبيل الاستئناس، وهذا بشكل تدريجي لأنه مهم جدا. ممكن هذه كرة أمامية بالراس خطيرة، لازالت صعبة الآن على دفاعات المنتخب المغربي. هنا التسديد مرت جانبية، مرت بردا وسلاما على مرمى طه بن غوزيل. عبد العزيز فال هو من سدد الكرة الماضية لعدم مجددا التسديدة. هنا جانبت القائمة الايمن. سلامات، شوف الإعادة. هنا التسديد لا يلزم ان نترك المجال لعناصر السنغال للتسديد بهذه الطريقة. شوف هنا لو ركز لكن لا قدر الله يعني ما هو أسوأ. عموما حسن الحظ هنا الكرة ذهبت الجانبية في انذار في هذه اللحظات. هل هو طه بن غوزيل من يتلقى البطاقة الصفراء؟ عموما نعم طه بن غوزيل، بحكم انه ربما في نظر الحكم انه تأخر في لعب ضربة المرمى، بينما سيكون الان المجال متاح لاجراء تبديل اخر. صعب يرسل كرة أمامية. الروح نفس العقلية الانتصارية، نفس العزيمة القتالية، هذه من سمات المنتخب المغربي للناشئين في هذه البطولة. شفنا ذلك أمام مالي، شفنا أمام نيجيريا. ستلعب هذه الكرة الجانبية لعناصر منتخب السنغال داخل منطقة جزاء بن غوزيل. سهلة يا بن غوزيل يتابع في نهاية المطاف، لكن يا بن غوزيل انتبه لأنه لديك بطاقة صفراء. الحكم في محور الدفاع، لو في لاعبين يضغطون بقوة على حامل الكرة ممكن تجي الخطورة أكثر وممكن تجينا فرص للتسجيل. هنا تمشي مرة أخرى السنغالية، نقلة في منتصف الميدان. هنا العبور بهذه الكيفية، لكن طالت إلى التماس. نعم رمية جانبية لفائدة هنا المنتخب المغربي. على ماذا يحتاج نيابالي؟ لأنه زميله آخر من لمس الكرة لم يلمسها المدافع. هنا سيف الدين شلاغمو اللي يستعد لتنفيذ التماس. سيف الدين
ينفذ الرمية الجانبية بالراس مرة أخرى تمشي للتماس. يلا يا شباب يلا يا شباب، لم يتبقى الكثير. أعرف بأن ربع ساعة كأنها ساعتين وثلاث ساعات ونصف يوم ويوم، ولكن بالإصرار وبالعزيمة إن شاء الله نجيبوا الكرة الأمامية. حذاري من التسديد، وصلت هناك على الطرف الأيمن السنغالي على الجهة اليمنى السعودي سيرين فالو. ما يمرش يا حمزة، ما يمرش يا حمزة. برافو حمزة كوتون، يتدخل حمزة. اليوم الأظهرة ممتازة، اليوم الأظهرة ممتازة، لا حمزة كوتون لا كذلك سيف الدين شلاغمو. ستلعب هذه الجانبية السنغالية الآن. الدقائق تمر، الكرة العالية هنا يتابع بهدوء طه بن غزيل. سال بعد ذلك طه بن غزيل، سال بعد ذلك. ماذا هناك؟ يحتجون على الحكم بداعي وجود لمسة يد. هنا إعادة مرة أخرى. اللقطة الماضية مرت على المهاجمين ومرت على عبد الحميد أيت بودلال في الكرة الماضية. هذه الإعادة من جديد. عبد العزيز فال، عبد العزيز واحتجاج. هنا أمر لضيوف في نهاية الأمر. أمر يحتج على الحكم على قراره النهائي. سيحسب ضربة جزاء لفائدة المنتخب السنغالي. هذه الإعادة مجددا. الكرة الماضية لعبد الحميد أيت بودلال اللي كان في صراع مع عبد العزيز فعل. إذا الحكم الآن يشاهد اللقطة، حكم يشاهد اللقطة اللي نشوفوها الآن ويشوفها من زوايا أخرى. الفار الآن يعطيه اللقطة من عدة زوايا لما حصل. إذا ننتظر ما هو القرار بالنسبة للغابوني في هذه الأثناء. يعلن عن ضربة جزاء، يعلن عن ضربة جزاء في هذه الأثناء بعد اللجوء إلى الفار. إذا ضربة جزاء لفائدة المنتخب السنغالي. معلش يا عبد الحميد يا أيت بودلال، معلش يا عبد الحميد يا أيت بودلال. يعني هذا حدث ويجب نسيان هذا الأمر. الآن التركيز على هذه الدقائق المتبقية. إذا هنا أمر ديوف هو من يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء اللي يعلن عنها الحكم بعد اللجوء إلى الفار. هذا هو الاسم المميز. أمر ربما يتركها لأحد زملائه في هذه الأثناء. طه بن غزيل سيرين فالو. نعم سيرين فالو المدافع هو الآن من يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء أمام طه بن غزيل على بعد 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. سيرين فالو طه بن غزيل. حكم يعطي الإشارة الآن. سيرين فالو ممكن هذه كرة أخرى، كورتك يا طه، ممكن هذه لك يا طه، ممكن هذه لك يا طه، ممكن هذه لك يا طه. سيرين طه، هذه لك يا طه، هذه لك يا طه، هذه لك يا طه. لا، التعادل في هذه اللحظات. سيرين فارو إذن يسجل هدف التعادل لفائدة المنتخب السنغالي. يجب على المنتخب المغربي أن يتأثر بهذا الهدف، يبقى مركز تماما فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. طالما اللعب متواصل معنا وفي أمل، معنا في أمل في هذه المواجهة. سيرين فارو إذا يعطي التعادل لمنتخب السنغال. هذه الإعادة لمسة اليد التي تسببت في ركلة الجزاء وطه اللي حاول، لكن في النهاية هذا سيرين فارو ينجح في إدراك هدف التعادل. 1-1 الآن بين طرفين، في حين سيبدأ العد العكسي لنهاية هذه المواجهة. كرة في منتصف الميدان لعناصر المنتخب المغربي. آدم حنين قصيرا مع عبد الحميد وآدم عبد الحميد. لا زالت مغربية محاولة للمرور. هنا الخطأ موجود. وبالتالي لدينا ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. ضربة حرة
تأتي لفائدة أشبال الأطلس. كان أيضا إشارة من الحكم المساعدة. هذه الإعادة مجددا. عبد الحميد معالي حاول يمر على لاصانا، الخطأ كان واضح، وبالتالي ضربة حرة لفائدة أشبال الأطلس. ستلعب الضربة الحرة. محمد رضوان يستعد للتنفيذ. محمد رضوان صعود مجموعة من اللاعبين الآن، 5 لاعبين 6 لاعبين مغاربة داخل منطقة الجزاء. الحكم يعطي الإشارة. رضوان اللاعب البديل اللي دخل قبل حين هو من يستعد للتنفيذ. رضوان يرفع كرة بالراس، وعبد الحميد طارت منه. عبد الحميد ومحمد أمين كتيبة. نعم كتيبة. الكرة طارت مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب السنغالي. هذه الإعادة اللقطة الماضية ركنية. هذه ركنية لفائدة المنتخب المغربي. الحكم حسبها ضربة مرمى للسنغال عن طريق سيرين ديوف. يرسل أمامية ركنية. حكم شافها ركنية بداعي أن اللاعب هنا المغربي لمس الكرة سيف الدين شلاغمو. إذا ركنية في هذه اللحظات. كنا نعرف بأن الدقائق الأخيرة ستكون صعبة على دفاعات المنتخب المغربي. الآن كيف سيتم التعامل مع يسعيد يشيبة. أمارة ديوف يستعد لتنفيذ هذه الركنية. أمارة يرفع والهدف الثاني. هذا الثاني لفائدة المنتخب السنغالي. هذا الثاني للسنغال عن طريق صاباني. ركنية بنفس السلاح. السنغال تسجل نعم الركنية، وبالتالي النتيجة ثم العمل تحضيرا لكأس العالم للناشئين. ثاني مرة بالمناسبة المغرب سيحضر لكأس العالم للناشئين. كرة أمامية في اتجاه من هذا العلاوي اللي دخل شريطة الاندفاع أكثر. المنتخب المغربي ليس لديه ما يخسر الآن، إما يندفع ويعدل وإما يستقبل هدف ثالث. كرة أمامية هنا بالراس مقطوعة مباشرة على الجهة اليسرى. لا ننسى بأن هذا منتخب السنغال اللي ضرب جنوب افريقيا بال5 واللي فاز على الجزائر بال3، لكن المغرب لا يخسر بهذه الحصص. المغرب لا يخسر بال3 وال4 وال5. شوف هنا كيف عذب السنغال وكيف كان متفوق على السنغال، يعني بتفاصيل دقيقة جدا. يعني كان ممكن ينهي المباراة 1-0، لكن هنا جات نقطة التحول المهمة في المباراة، هي ضربة الجزاء اللي غيرت السنغاليين. إذا نعيش الوقت المحتسب بدل ضايع سيرين ديوف. هنا مقطوعة من حمزة كوتون في منتصف الميدان. تمشي مرة أخرى علاوي الإدريسي. عندك يا العلاوي تباطأ فيها. العلاوي يخسر الكرة. العلاوي الحكم صفر خطأ لفائدة المنتخب السنغالي. لو لاحظتم هنا المنتخب المغربي أصبح يفقد تركيزه وأصبح أكثر توتر مع اقتراب نهاية المباراة، أكثر انفعال، وهذا يأثر على تركيزه في اللحظات الأخيرة. عموما ستلعب، يعني هذه الأمور يعني تعالج، هذه الأمور مع تراكم المباريات تعالج، شيء طبيعي. هؤلاء فتيان يعني 15-16 سنة، طبيعي هنا تمتزج المشاعر، توتر، انفعال، الفرحة قبل الأسى بعد. ولكن أنا أقول اليوم لا أسى لا حزن، أنتم أبطال، لا أسى لا حزن كيفما كانت النتيجة. كرة في منتصف الميدان لعناصر المنتخب السنغالي، رجعت بعد ذلك لطه بن غوزيل. هنا حط لي السنغاليين، حسن الحظ يتم استرجاعها مرة أخرى. الإدريسي يحاول المرور، إدريسي والإبعاد إلى التماس. هذه لا. محمد ديالو عمل حركة لا رياضية في حق شلاغمو، عمل حركة لا رياضية في حق اللاعب شلاغمو. لازم يكون هناك قرار انضباطي من الحكم الرئيسي، لازم يكون قرار انضباطي. محمد ديالو أنت تعلم ماذا فعلت، بأن الفار يتابع اللقطة
الفار يشوف الحركه اللي قمت بها، لانه فعلا كان حركه لا رياضيه قام بها اللاعب ديالو، بالتالي بطاقه صفراء. يرسل الكره اماميه عبد الحميد ايت بودلال واسماعيل بختي، وصلت الى طه بن غوزيل. طه يرسل كره للامام في اتجاه ادم حنين. ادم في خطا نعم. ضربه حره لفائده محمد امين كتيبه، وبطاقه صفراء للقائد امارا ديوف هو من ارتكب الخطا. ستلعب الضربه الحره لفائده المنتخب المغربي، سترسل اماميه داخل منطقه الجزاء على الارجح. هذه الكره محمد امين كتيبه، الصراع مع امارا ديوف، هكذا كان التدخل من امارا. لعبت الضربه الحره، تغطيه بعد ذلك. هنا رجعت السنغاليه تحت الضغط الان عناصر السنغال.